حكايتنا والليالي سرقتنا، دنيا مهما خدتنا وودتنا وجابتنا لسه. مساء الخير عليكم. النهارده من القاهرة من فندق مينا بالاس هننقل لكم مهرجان تكريم فناني الزمن الجميل الثالث، وهنقابل معاكم مجموعة من الفنانين وخليكم معانا هننقل لكم الأحداث. النهارده احنا في مهرجان تكريم فنان الزمن الجميل الثالث، الفنان الكبير محمد صبحي. الفنان الكبير في كل اعماله، لو تتذكروها كلها، من الجوكر، انت حر، وجهة نظر، سنبل، كلكم حافظين كل حاجة، ورحلة المليون، وبابا نقف عند بابا ونيس. بابا ونيس دي مدرسة علمت من أول الكي جي 1 لحد الكبار. مدرسته علمنا وعلم الأسر كلها والأجيال إزاي نعامل ولادنا، إزاي نحل المشاكل اللي موجودة بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سعادتي كبيرة جدا جدا مرة إن أنا أحضر ده المرة الثالثة لمركز السلام العالمي للدكتور محمد كمال. سعيد جدا ولم أتأخر لإني أبقى متشرف بإني أكرم زملائي والفنانين العظماء اللي هم موجودين اصلا، بس يمكن المناخ مش مساعد الحركه. ان شاء الله تتصلح الحركه الفنيه باذن الله، ان شاء الله ونعم بالله تتصلح كويس، ويبقى فيه تواجد لكل فنان في مصر يستطيع انه يعطي هذا الوطن كل ما يستطيع. شكرا للدكتور كمال لاهتمامه بهذه العادة الكريمة، وإن شاء الله يبقى فيه دورات أكثر من الثالثة والرابعة والخامسة لتكريم كل فنانين مصر. اسمحوا لي بعد إذنكم إن أنا أكرم فناننا الجميل محمد صبحي. منورين المكان كلكم. ابتدي بالشكر الجزيل للدكتور محمد انه يعمل هذا الاجتماع ويدعونا اليه. الفن فعلا محتاج اللي يقدره. الفن هو كل حاجه، بيعلم ولادنا، بيقدم كل نماذج ولادنا بتقلدها. فانا سعيده ان الدكتور محمد مهتم بالفنانين وجايبنا نتشرف بوجودكم معانا. الفنانة سميرة عبد العزيز زي ما كل مرة بنقول إنها ما بتقبلش أي عمل يتقدم أو تقدم فيه، لازم بتختار العمل اللي هي بتقدمه بإتقان وبتقعد تدرسه، وهل العمل ده هيقدم جديد للمجتمع ولا لا، وبترفض أعمال كتيرة جدا أي فنان تاني ممكن إن هو يقبلها او ان هو عشان يبقى متواجد على طول على الساحه، لكن هي فعلا بتختار اعمالها بجداره. شكرا الفنانه سميرة عبد العزيز. وده تكريم بسيط من اداره المهرجان والمركز المصري للسلام العالمي. وتغطية من مهرجان تكريم فناني الزمن الجميل معانا الإعلامية المتميزة
الاستاذه اسرار الجمال. زي حضرتك؟ اهلا بك يا سماح، نورتونا النهارده. تحيه مني لاسكندريه اللي هي بلدي. اشكرك على وجودك انت وليك بتغطيه مهرجان تكريم طبعا 2022 لمركز السلام العالمي اللي انا منه. وسعيده طبعا بشكر الدكتور محمد كمال علام على دايما بجد فعال في المجتمع، وبيقدم دايما الصوره المحترمه فعلا اللي عندهم اللي بيحبوا هذا الوطن. لفتة جميلة جدا ان احنا نكرم الفنانين وهم موجودين طبعا. وبتدي في نفسيتهم تأثير رائع جدا. طبعا اكيد سعداء طبعا بوجود الفنان الكبير محمد صبحي، كان نفسنا يطول كانت معانا. مفاجأة جميلة النهارده ان هو يحضر. الفنانه الكبيره ماما سمير عبد العزيز طبعا. رمزي، وهناء الشرباجي ومجموعة كبيرة بصراحة. كبيرة عندك، وحسن العربي ومصطفى الدمرداش ومجموعة يعني بجد محترمة. انا بشكر حضرتك جدا للمجهودات اللي انت دايما بتعمليها، وان شاء الله معاكم دايما في كل مرة. واختتمي لنا كده بكلمة انت رسالة توجهيها. بقول لهم مصر ان شاء الله كلها دايما بخير. وجودنا لو قلبنا فعلا كله حب ومخافه على بعض، اكيد الحياه هتبقى جميله ومصر هتبقى جميله بينا. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير. هابي نيو يير، العام الجديد بامر الله خير علينا يا رب. 23 يكون بالخير وتنتهي 22 بكل خير. اسرار، كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، فرصة سعيدة. ومن مهرجان تكريم فنان الزمن الجميل معانا الممثل الجميل اللي تعودنا عليه دايما، علاء عوض. زي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. احنا اتشرفنا النهارده بان احنا قابلناك. قول لي كده احساسك ايه والنهارده في لمسه جميله بتفكرنا بالايام الجميله والزمن الجميل فعلا للفنانين حضرتك. طبعا شيء جميل قوي ان الفنانين تكرم الفنانين صناع الفن في مصر، الناس اللي افنت حياتها في الفن فعلا و90% منهم ماتوا يعني ما فكروش في حد غير الفن، حتى لما اشتغلوا وحطوا فلوسهم حطوها في الفن. كان هو الهدف الوحيد في حياتهم فعلا. لا مفيش حاجه تانية. صحيح. رغم ان هم مثلا كانوا بيكسبوا 3 سنين، كانوا يعني انا بابا الله يرحمه كان بينتج سينما ومسرح. صحيح. هو بس لما عمل مزرعه في الاخر بقى يعني هم معظمهم يعني كانوا حتى فلوسهم بيصرفوها في الشغل بتاع نفسه. تمام. أنا سعيدة جدا بحضرتك. وحاجة إضافة صغننة إن يعني أتمنى إن التكريمات تبقى في حياتهم أكتر. طبعا النهارده مثلا أستاذ صبحي موجود، ده شيء جميل. وكل الناس القدام بقى اللي عايشة اللي موجودة ربنا يطول عمرهم ونعمل لهم تكريمات وهم عايشين. دي فعلا احنا ده نداء احنا كنا نادينا بيه كذا مره قبل كده. لا احنا عندنا مشكله عويصه في الموضوع. لا احنا هنحلها عشان خاطر حضرتك. يا ريت يا ريت. انا سعيده جدا وبحب جميله قوي. انا كمان بحب جميله. ميرسي خالص يا حبيبتي، ميرسي. شرفتني حضرتك، شرفتني. استنى بقى السمعه، معلش انا عايز اعرف انت جاي تعمل ايه بالظبط. والله بابا انت عارف ان ميمي جمال وحشاني قوي، كل حاجه بتبين ادق التفاصيل. ومعانا كتغطيه امنيه المستشار جمال القاضي. ازيك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب. طيبه يا فندم، اهلا وسهلا بيك يا مرحبا، شرفتونا ونورتونا النهارده طبعا. والله ده نورك. احنا النهارده سعداء جدا بحضور الفنان العظيم محمد صبحي. شيء جميل النهارده ان احنا نكرم الفنانين العظام. يا ريت كلمه من حضرتك وانت من الناس اللي بيقيموا او المشرفين على الحدث العظيم ده، ممكن تدينا كلمه كده؟ طبعا بالنسبه للفنان الكبير ده شيء عظيم وشيء جميل جدا ان الرجل من الزمن الجميل هو يعني استاذ بمعنى الكلمه. الفن الجميل دلوقتي فقدناه جدا. دلوقتي احنا مع الاسف الشديد احنا كنا بنسوق الفن الجميل للعالم كله، دلوقتي اصبحنا نتفرج على مهزله. مع الاسف انا بقدم للاعلام انه ياخد باله من حته زي كده ونمحي الحاجات اللي مش كويسه دي، واخده لك انتم. وانا اشكرك جدا، انا اشكرك جدا طبعا يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا مرحبا. الله نورت الدنيا، نورتينا قناتنا اسكندريه.
تغطيه من المهرجان معانا المستشار محمد حسن. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم، فرصه طيبه جدا. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه والمشاهدين بخير والضيوف الكرام كلهم بخير يا رب طيبين. بدايه سنه جميله ان احنا نكرم بيها كل الفنانين وفنانين الزمن الجميل. ايه رايك النهارده في اليوم وخصوصا بتشريف حضوره الاستاذ الفنان الرائع محمد صبحي؟ ده ابسط شيء ممكن نقدمه لاهل الفن الكرام. الفن القوى الناعمه تمام، والقائمين عليها هم الرواد فعلا اللي المفروض ان الدوله تكون حريصه على تكريمهم باستمرار وباستفاضه. وبشكر النهارده القائمين على امر مركز السلام العالمي، احد مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني اللي قامت ونالت الشرف ده لتكريم قدامى الفنانين تحت رعايه اشرافيه هايله ممتازه بحضور الفنان القدير المعلم والمربي الاستاذ الفاضل محمد صبحي. انا سعيده جدا اني شفتك النهارده، وكل سنه وانت طيب. انا اسعد جدا جدا جدا، وكل سنه وحضرتك طيبه والمشاهدين والكرام الحضور بخير وطيبين، وسنه سعيده علينا كلنا يا رب على مصر باذن الله. ميرسي جدا. انا شاكر لسيادتك يا فندم، ميرسي جدا. ومعانا الفنان التشكيلي احمد صلاح. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. النهارده تم تكريمك، قول لي فنان تشكيلي. انا بحب جدا الرسم وبحب كمان الموسيقى والافلام والمسلسلات والمسرحيات، ومبسوط جدا ان انا حضرت الفنان محمد صبحي. هو كان من حظنا النهارده فعلا ان هو موجود. انا الحمد لله اتشرفت ان انا شفت الفنان محمد صبحي، ودي تاني مره اشوفه على الحقيقه. كنت اتمنى اتصور معاه بس للاسف ما جاش فرصه. ان شاء الله قريب اشوف قدرت اتصور معاه ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه. في حاجه معينه عايز تقولها للجمهور بمناسبه دخول السنه الجديده؟ ايوه ان شاء الله كل سنه سعيده عليكم، كل واحد نفسه في حاجه ربنا ان شاء الله يحققها له. وعايز اقول الفن ده حاجه جميله، واشكر الدكتور محمد كمال علام والدكتوره حنان علي على اليوم العظيم النهارده. انا كمان بشكرك على حضورك. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه. شكرا جدا ليك. ومن المهرجان معانا سفيرة الطفولة الفنانة التشكيلية الجميلة ميرولا داوود. ازيك يا ميرولا؟ كل سنة وانت طيبة. قولي لي بقى، انت تم تكريمك النهاردة من الفنان الجميل محمد صبحي، عملتي ايه؟ بحبه قوي وحتى صورة رسمة في البيت. رسمتي له صورة؟ هتصوري الصورة وتبعتيها لي عشان ابعتها لك انا كمان وانزلها لك على الفيديو. انت بترسمي من زمان؟ من وانتي كام سنة؟ هو بدأت وانا عندي 6 سنين، كنت برسم وانا صغيرة، بس لما بدأت ارسم رسومات ثانية كبيرة شوية وانا كان عندي 6 7 سنين. ما شاء الله. انتي عندك كام سنة دلوقتي؟ عندي 11 سنة. ما شاء الله يا حبيبتي. كل سنة وانتي طيبة، وكل سنة ومصر كلها بخير يا رب، وإن شاء الله هنقابلك وانتي فنانة عظيمة جدا. شكرا، ربنا يخليك.